السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثالث المتوسط. موضوعنا اليوم اسم التفضيل، فخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. اسم التفضيل طلاب هو اسم مشتق يدل على شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر فيها. شنو معنى هذا الكلام؟ انتبهوا عليه. اسم التفضيل اسم مشتق يدل على شغلتين اشتركن بصفة واحدة، وشغلة من هذين الشغلتين أفضل من الثانية، أحسن من الثانية. ناخذ مثال، من نقول محمد أطول من علي، هنا فضلنا محمد على من؟ على علي باستخدام اسم التفضيل أطول. واضح؟ هاي الجملة نسميها جملة التفضيل. جملة التفضيل طلاب متكونة من 3 أركان. الشيء اللي زادت به الصفة نسميه المفضل. الشيء اللي قلت به الصفة نسميه المفضل عليه. الصفة اللي تربط بين الشغلتين اللي هي أطول نسميها اسم التفضيل. واضح؟ هسه عندنا صوغ اسم التفضيل، يعني اسم التفضيل شلون نشتقه من الفعل. يصاغ اسم التفضيل على وزن أفعل للمذكر وفعلة للمؤنث. عندنا وزنين نشتق بهن اسم التفضيل من الفعل، وزن أفعل المن للمذكر وفعلة المن للمؤنث. ناخذ أمثلة. عندنا الفعل طول، إذا نريد نشتق من يمه اسم التفضيل للمذكر شي يصير أطول، للمؤنث شي يصير طولة. عندنا كثر، إذا نريد نشتق من يمه اسم التفضيل للمذكر شي يصير أكثر، للمؤنث يصير كثرة. عندنا جمل، إذا نريد نشتق من يمه اسم التفضيل للمذكر شي يصير أجمل، للمؤنث جملة. عندنا الفعل فضل، إذا نريد نشتق من يمه اسم التفضيل للمذكر شي يصير أفضل، للمؤنث فضلة، وغيرهن من الأفعال. هسه عندنا شروط صياغة اسم التفضيل. طلاب، الفعل اللي نشتق من يمه اسم التفضيل لازم تتوفر به شروط معينة. شنو هذن الشروط؟ تعالوا خلونا نعرفهن. الشرط الأول أن يكون الفعل ثلاثي، يعني متكون من 3 حروف. إذا كان الفعل غير ثلاثي ما نقدر نشتق من يمه اسم التفضيل. يعني مثلا بعثر فعل رباعي ما نقدر نشتق من يمه اسم التفضيل. مثل انتظم فعل خماسي ما نقدر نشتق من يمه اسم التفضيل. مثل استغفر فعل سداسي ما نقدر نشتق من يمه اسم التفضيل. الشرط الثاني أن يكون الفعل مثبت، يعني ما بي أداة نفي. مثل ما جمله، هذا الفعل
ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن منفي. مثل لم يجمل، هذا الفعل ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن منفي. مثل لا تجمل، هذا الفعل ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن منفي. عندنا الشرط الثالث، أن يكون الفعل متصرف، يعني إلى ماضي ومضارع وأمر. باللغة العربية عندنا أفعال جامدة اللي هي نعمة، بئس، عسى، اخلولق، حبذا، لا حبذا. هذني الأفعال كلهن غير متصرفات، ما يصير نشتق من يمهن اسم التفضيل. عندنا الشرط الرابع، أن يكون الفعل مبني للمعلوم، يعني الفعل إذا كان مبني للمجهول ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. الفعل يبنى للمجهول شو وقت؟ إذا كان ماضي بضم أوله وكسر ما قبل الآخر، مضارع بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. مثل جملة، جملة هذا فعل مبني للمجهول مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر، ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. مثل يجمل، هذا الفعل مبني للمجهول مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، كذلك ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. عندنا الشرط الخامس، أن يكون الفعل قابلا للمفاضلة، يعني شيء أفضل من شيء. عندنا باللغة العربية أفعال غير قابلة للمفاضلة، مثل يش، مثل مات، يعني ما يصير واحد يموت أكثر من الثاني، هذا الفعل ما يصير نشتق من يم اسم التفضيل. مثل غرق، هذا الفعل غير قابل للمفاضلة. مثل فنى، كذلك ما يصير. مثل نام، كذلك ما يصير. عندنا الشرط السادس والأخير، ألا يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلا. إيش وقت الفعل يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلا؟ إذا كان الفعل يدل على لون، يدل على حلية، يدل على عيب. عندنا الفعل زرق، ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن على وزن أفعل فعلا. مثل عرج، ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن على وزن أفعل فعلا. مثل كحل، ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل لأن على وزن أفعل فعلا. هاي الشروط لحد هنا خلصنا من يمها. بقى عندنا هسه ملاحظات. الملاحظة الأولى، يصاغ اسم التفضيل من الأفعال التي لم تستوفي الشروط بالطريقة غير المباشرة، وهي الاتيان بمصدر الفعل منصوب وسبقه باسم تفضيل مناسب، مثل أفضل، أكثر، أجمل وغيرها من أسماء التفضيل. شنو معنى هذا الكلام؟ انتبهوا عليه يا طلاب. الأفعال اللي ما استوفن الشروط نقدر نصيغ من يمهن اسم تفضيل بس بطريقة غير مباشرة. شنو هاي الطريقة؟ الفعل نجيب المصدر ماله منصوب ونسبقه باسم تفضيل مناسب، مثل أفضل، مثل أكثر، مثل أجمل، وأي اسم تفضيل يعجبك. ناخذ مثال. عندنا الفعل انتظم، هذا الفعل ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن غير ثلاثي، خماسي. إذا نريد نشتق من يمه اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة، نجيب المصدر ماله منصوب اللي هو انتظاما، ونسبقه باسم تفضيل، يعني نقول نختار أكثر. هسه صار عندنا أكثر انتظاما، صغنا من يمه اسم تفضيل. نقدر نخليه بجملة
مثلا نقول محمد أكثر انتظاما من علي. واضح؟ عندنا الفعل زرقة. هذا الفعل ما يصير نشتق من يمه اسم التفضيل. ليش؟ لأن الفعل على وزن أفعل فعلا. نشتق من يمه اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. زرقة نجيب المصدر مالها منصوب اللي هو زرقة، نسبقها باسم تفضيل نختاره. يعني مثلا نختار أجمل. هسه صار عندنا أجمل زرقة، صغنا من يمها اسم تفضيل. نقدر نخليها بجملة، مثلا نقول السماء أجمل زرقة من البحر. واضح؟ عندنا هسه الملاحظة الثانية، يعرب اسم التفضيل بحسب موقعه من الجملة. طلاب، اسم التفضيل ينعرب حسب موقعه من الجملة. هو بشكل عام اسم التفضيل يا أما يجينا مبتدأ، يا أما يجينا خبر، يا أما يجينا مجرور بحرف الجر. عندنا الملاحظة الثالثة، اسم التفضيل على وزن أفعل ممنوع من الصرف. انتبهوا عليه يا طلاب، اسم التفضيل عندنا بيه وزنين، وزن أفعل ووزن فعلا. احنا جاي نحكي هسه على وزن أفعل. على وزن أفعل ممنوع من الصرف. يعني شنو هو؟ يعني ينرفع بالضمة وينصب وينجر بالفتحة. الملاحظة الرابعة، تحذف همزة أفعل من بعض الأفعال. طلاب، مرات الهمزة مال اسم التفضيل أفعل تنحذف من بعض الأفعال. هي احنا عندنا بس فعليا تنحذف الهمزة مال أفعل اللي هو خير وشر. هذين الاثنيناتن أسماء تفضيل محذوفة الهمزة مالتهن. عندنا هسه الملاحظة الخامسة، اسم التفضيل يثنى ويجمع. أريدكم تنتبهون على هاي الملاحظة لأن هاي أهم ملاحظة بالموضوع كله. طلاب، اسم التفضيل عندنا بيه وزنين، وزن للمذكر اللي هو على وزن أفعل، ووزن للمؤنث اللي هو على وزن فعلة. لازم نعرف انه كل وزن له استعماله. اذا كانت الجملة للمذكر نستعمل الوزن مال المذكر، اذا كانت الجملة للمؤنث نستخدم الوزن مال المؤنث. اسم التفضيل سواء كان مذكر او مؤنث ممكن نثنيه وممكن نجمعه. مثلا عندنا أفضل للمفرد المذكر، إذا نريد نسويه للمثنى المذكر شو يصير؟ يصير أفضلان بحالة الرفع، وأفضلين بحالة النصب والجر. إذا نريد نسويه للجمع المذكر نجمع جمع مذكر سالم، يصير أفضلون بحالة الرفع، وأفضلين بحالة النصب والجر. أو ممكن نجمع جمع تكسير، شو يصير؟ يصير أفاضل. عندنا هسه فضلة للمفرد المؤنث، نريد نسويها للمثنى المؤنث شو تصير؟ تصير فضلتان بحالة الرفع، وفضلتين بحالة النصب والجر. نريد نسويه للجمع المؤنث نجمع جمع مؤنث سالم، يصير فضليات
إذا كان مرفوع نخلي عليه ضمة، منصوب ومجرور نخلي عليه كسرة. هسه عندنا حالات اسم التفضيل. طلاب، اسم التفضيل إلى 4 حالات، كل حالة يكون الاسم التفضيل شكل معين. شنو هذن الحالات؟ تعالوا خلونا نعرفهن. الحالة الأولى أن يكون مجرد من ال والإضافة، فيلزم الإفراد والتذكير، ويأتي المفضل عليه مجرور بمن. طلاب، إذا كان اسم التفضيل مجرد من ال والإضافة، هنا شكله يكون مفرد مذكر، سواء كانت الجملة مذكر أو مؤنث، مفرد أو مثنى أو جمع، شكله واحد مفرد مذكر، والمفضل عليه يجينا مجرور بمن. ناخذ أمثلة وتتوضح لكم الفكرة. من نقول الجمل أصبر من غيره، اسم التفضيل أصبر مفرد مذكر، وهي الجملة أصلا للمفرد المذكر. من نقول الجملان أصبر من غيرهما، اسم التفضيل أصبر مفرد مذكر، وهي الجملة للمثنى المذكر. من نقول الجمال أصبر من غيرهم، اسم التفضيل أصبر مفرد مذكر، وهي الجملة للجمع المذكر. من نقول الأم أصبر من الأب، اسم التفضيل أصبر مفرد مذكر، وهي الجملة للمفرد المؤنث. من نقول الأمهات أصبر من الآباء، اسم التفضيل أصبر مفرد مذكر، وهي الجملة للجمع المؤنث. وإذا تلاحظون المفضل عليه دائما يجينا مجرور بمن، من غيره، من غيرهما، من غيرهم، من الأب، من الآباء. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون معرف بال، فيطابق المفضل ولا يذكر المفضل عليه. طلاب، إذا اسم التفضيل معرف بال، هنا يطابق المفضل، يعني إذا المفضل مذكر اسم التفضيل مذكر، مؤنث مؤنث، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، والمفضل عليه ما ينذكر. ناخذ أمثلة تتوضح الفكرة. من نقول الشقيق هو الأفضل، اسم التفضيل الأفضل مفرد مذكر، وهي الجملة للمفرد المذكر. من نقول الشقيقان هما الأفضلان، اسم التفضيل الأفضلان مثنى مذكر، وهي الجملة مثنى مذكر. من نقول الأشقاء هم الأفضلون، اسم التفضيل الأفضلون جمع مذكر، وهي الجملة للجمع المذكر. من نقول الشقيقة هي الفضلى، اسم التفضيل الفضلى مفرد مؤنث، وهي الجملة للمفرد المؤنث. من نقول الشقيقتان هما الفضلتان، اسم التفضيل الفضلتان مثنى مؤنث، وهي الجملة مثنى مؤنث. من نقول الشقيقات هن الفضليات، اسم التفضيل الفضليات جمع مؤنث، وهي الجملة للجمع المؤنث. وإذا تلاحظون المفضل عليه دائما ما مذكور. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مضاف إلى اسم نكرة،
فيلزم الإفراد والتذكير. اسم التفضيل طلاب إذا كان مضاف الاسم نكرة يلزم الإفراد والتذكير، سواء كانت الجملة مذكر أو مؤنث، مفرد أو مثنى أو جمع، شكله واحد مفرد مذكر. ناخذ أمثلة. من نقول المهندس أفضل عامل، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمفرد المذكر. من نقول المهندسان أفضل عاملين، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمثنى المذكر. من نقول المهندسون أفضل عمال، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للجمع المذكر. من نقول المهندسة أفضل عاملة، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمفرد المؤنث. من نقول المهندستان أفضل عاملتين، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمثنى المؤنث. من نقول المهندسات أفضل عاملات، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للجمع المؤنث. الحالة الرابعة أن يكون مضاف إلى اسم معرفة فيجوز فيه الوجهان. طلاب إذا اسم التفضيل كان مضاف الاسم معرفة يعني بيئة للتعريف، هنا يجوز به الوجهين اللي هو الإفراد والتذكير والمطابقة. ناخذ أمثلة تتوضح لكم الفكرة. عندنا هنا الإفراد والتذكير، عندنا هنا المطابقة. من نقول محمد أفضل الرجال، اسم التفضيل أفضل الرجال مفرد مذكر وهي الجملة للمفرد المذكر. هاي بحالة الإفراد والتذكير. بحالة المطابقة نقول محمد أفضل الرجال، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمفرد المذكر. من نقول فاطمة أفضل النساء، اسم التفضيل أفضل مفرد مذكر وهي الجملة للمفرد المؤنث. هاي شو وقت؟ هاي بحالة الإفراد والتذكير. بحالة المطابقة شو تصير فاطمة فضل النساء، اسم التفضيل فضلة مفرد مؤنث وهي الجملة مفرد مؤنث. وكذلك باقي الجمل نفس الشيء، إذا كانت مثنى نقدر نسويه مفرد مذكر ونقدر نطابقه نسويه مثنى. إذا كانت جمع نقدر نسويه مفرد مذكر ونقدر نطابقه همين نسويه جمع. هاي الحالة الرابعة والأخيرة. إلى هنا طلاب ينتهي موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.